صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله شهر سعيد عليكم وسنه سعيده عليكم. شهر رجب ودخلنا على شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فطيره باللحمه، واعمل لكم فطيره مشلتت فلاحي. انا معايا 2 كيلو من الدقيق، عجنتهم ميه وملح بس. المشلتت مش عايز غير ميه وملح بس. عجنتهم كويس قوي، قعدت بايدي اكتر من نص ساعه اعجن في العجينه دي، وسبتها ترتاح نص ساعه، وبقت معايا بالطريقه دي ما شاء الله. شايفين المطه دي من حلاوه العجينه، يعني كل ما تعجني اكتر وتدي للعجينه حقها تدي معاكي النتيجه حلوه قوي 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 ان شاء الله. اولا النوع الدقيق انا عامه بالنسبه لي ما بتفرقش، بجيب الدقيق العادي، دقيق الاصيل، دقيق متعدد الاستخدامات، اي دقيق معايا بيشتغل في الفطير، في البيتزا. المهم الواحد اللي بيعمل ازاي، المهم نتيجه الشغل اللي انت بتشتغليه. الفطيره المشلتت بتاخد كميه عجين اكتر من فطيره اللحم، فانا بعمل فطيره المشلتت مثلا ب20 تقريصه عجين او ب20 كوره، ممكن ب15، ممكن اعمل فطيره اللحمه ب12 ب10 ب13، في الحدود دي تبع ما تيجي معايا. انا معايا نص كيلو لحمه، انا هوريكم دلوقتي اللحمه اللي معايا يا حبايب قلبي. نص كيلو لحمه مفرومه، لازم يبقى فيها نسبه دهون زي ما احنا شايفين كده. انا ما بعصجهاش على النار خالص، هي بتدخل مع الفطيره مع الرقات الكتيره دي، بتقعد لها اكتر من تلت ساعه في النار، زي الكفته بالظبط ما بتقعد تلت ساعه على النار، فهي مش محتاجه تتعصج. بفرم بصله في الكبه، بفرمها ناعم قوي قوي، وبعجنها مع دي مع فلفل اسمر وكمون وشطه. البهارات بتاعتي الكامله بعجنها حلوه قوي 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 لغايه ما توصل معانا للقوام ده. انا معايا زبده فلاحي، زبده صفراء، ومعايا سمنه بلدي، الاتنين سيحتهم مع بعض على النار، بقوا معايا بالمزيج اللي احنا شايفينه ده. سمنه بلدي على زبده صفراء، معلش انا بشتغل بالسمنه البلدي والزبده الصفراء، معلش اعذروني يعني لو كنت انا بكلف شويه، لان هي موجوده عندي، انا مش شاريها فهي موجوده، علشان كده ما بتبقاش فارقه معايا. فاللي مش قادر يعمل زيت بس يا ريت يكون الزيت نضيف شويه، حاجه نضيفه شويه علشان اكل الاولاد. ده معايا. انا هعمل معاكم تقريص العيش، اوريكم معاكم الحجم قد ايه، بحط قد ايه في التقريصه، هوريكم خطوه بخطوه، يا ريت تكونوا معايا. انا عملت معايا التقريصه بالحجم ده يا حبايب قلبي كده. دي التقريصه بالحجم اللي احنا شايفينه ده. عملت معايا 16 واحده، 16 واحده بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. ال16 دول انا هعملهم على صينيه، هوريكم الحجم بتاع الصينيه. ما شاء الله الصينيه كبيره زي ما احنا شايفين، فانا هعمل فيها من 15 ل 16 كوره من كور العجينه زي دي، قرصه من القرص دي 15 واحده. ممكن اعمل مثلا 7 فوق و7 تحت، 6 فوق و6 تحت، تبع ما الاقي العجينه سمكها عامل، كلها بالنظر، يعني الشغل معايا بالنظر. هعمل 6 فوق و6 تحت، واعمل حشوه العجين اللحمه كلها في النص، وبعد كده بين كل رقه ورقه ادهن سمنه بلدي وزبده. هتابع معاكم خطوه بخطوه ان شاء الله واوريكم بنعمل ايه. حبايبي انا بدات معاكم كده ان شاء الله، هفردها معاكم كده. شوف العجينه علشان انا عطيالها حقها في العجن، ماشيه معايا ازاي زي السكينه في الحلاوه. هنعمل على المكنه، عايز ده فطير طالع زي الرقاق، اشتغلي على المكنه، اشتغلي فطيرك على المكنه على ارق درجه خالص في المكنه اللي انتوا شايفينها ده اهي، وترقي بقى يا حبيبتي، شطارتك ترقي بقى، رقي كده ترقي. شايفين انا بعمل ازاي؟ يا دوب باخد على قد الصينيه وبقطع كده، باخد بشتغل على ايدي برق زي ما احنا شايفين كده. هروح بقى على الصينيه واوريكم بفردها ازاي كده يا حبايبي. انا بفرد في الصينيه، عملت رقه حطيت عليها الخليط بتاعنا الزبده والسمنه، وبرده دي بفرد، يعني ما احطهاش واسكت على كده، لا افرد برده. الفرد معايا مهم جدا، بفرد. شايفين دي بيدل على حلاوه العجن بالطريقه دي. هكمل معاكم
اوريكم الرقه بتتعمل ازاي. كده خلصت، بقص على قد الصينيه بالظبط عشان ما يبقاش في زوايد. شوف العجينه ما شاء الله تبارك الرحمن ماشيه معايا ازاي، كل ما برق بتمشي معايا. كده شايفين عامله ازاي؟ هكمل معاكم كمان واحده اوريكم عامله ازاي. كده انا عملت كمان معاكم واحده بالطريقه دي. هفرد حاجه على الروقان كده، على الهادي يا زبادي. كده كل شايفين الرقه مبينه اللي تحتها ازاي. عجن 10/10. احط معاكم الزبده. خليكي يا حبيبتي على الصينيه بس، مش دعوه. كده لازم بين كل رقه ورقه الاطراف دي عشان تطلع معاكي طريه كده وبتقرمش في نفس الوقت، لازم الخلطه تبقى موجوده فيها كلها كده بالطريقه دي. انا هكمل الرقات وقبل ما وساعه ما اجي افرد اللحمه هوريك واحط نفس الرقات فوقها تاني. هكمل معاكم بالوضع ده وان شاء الله اوريكم خطوه بخطوه. كده يا حبايبي خلاص انا خلصت الصواني دي. الفطيره اللي باللحمه ما شاء الله انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، ما شاء الله الف هنا على قلوب اللي هياكلوها. ده اللي معايا باللحمه. ده صينيه الجبنه، دمه جبنه. شايفين الحلاوه، السكوت في حضره الجمال جمال، ما شاء الله تبارك الرحمن. واللي فضلت معانا كملناها باللحمه وعملناها واحده صغيره كده. ما شاء الله الف هنا على قلوب اللي هياكلوهم يا رب. وان شاء الله باذن الله انا هدخل ده كله الفرن على درجه حراره متوسطه من تحت واوطي من فوق الشغله من فوق لغايه ما تستوي خالص واحس ان هي بدات تاخد لون من تحت. بقلب الصينيه بالسكينه عشان تقولي لي هتاخد لون ازاي. الاقيها احمرت اطفي من تحت واشغل الشغله من فوق، هتدي اللون بتاعها الاخير. وفي الاخر هوريكم وان شاء الله تنتظروني واوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين يا حبايبي ما شاء الله دم لحمه، شايفين دم لحمه مورقه. تعالي هنا كده يا حبيبتي، ما شاء الله من تحت عامله ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. مورقه مقرمشه معلش، وهي طريقه النهارده مكلفه شويه بس معلش يعني مطلوبه مني لعيالي. فما شاء الله تبارك الرحمن دي بتاعه اللحمه. اوريكم بتاعه الجبنه. شايفين الجمال ده بقى، شايفين الجمال ده. بص من تحت كده يا بص ما شاء الله تبارك الرحمن. ده شكلها صورها كده تصورها لهم وريها لهم. ده بأقل يعني حاجات في البيت بشغل ايدك. 2 كيلو دقيق طلعت فطرتين وفاض منهم كمان واحده صغيره هي لسه في الفرن. فعشان عايزه انهي الفيديو سبتها يعني تستوي هي، وقلت اما اصور لكم ده. ما شاء الله في الف هنا على اللي هياكلهم يا رب اللهم امين. ده شكلها النهائي ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ريت تكون عجبتكم وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رجب. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان. ده عايزاكي يعني دي بتاعت الجبنة ما شاء الله تحفة تحفة، شكل أجمل مفيش أجمل ولا أروع، والريحة من السمنة والزبدة ما أقولكوش. ده كان شكلها النهائي. أشوفكم في فيديو جديد وكل سنة وحضراتكم طيبين.